السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بداية كده ندعي لاخواتنا، طبعا زي ما اتعودنا الفترة اللي فاتت لازم ندعي لاخواتنا المنكوبين، ربنا يفك ضيقتهم وكربهم يا رب، اللهم امين. طبعا احنا الايام دي في موسم اللفت. اللفت طبعا موجود في السوق، ما تسيبوهوش، لازم تجيبيه، هتستفيدي منه بحاجات كتير جدا. بداية كده انا اسمي منى غس، ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. طبعا اللفت معانا الورق بتاعه تحفة يا جماعة. لما يكون الورق جاي لك كويس لازم تقطفيه كده، وهقول لك هتخزنيه ازاي وهنعمل فيه ايه. الروس بقى مش بقشرها كلها، الحته اللي في الطرف بقشرها زي ما انت شايفه كده، لان اللون ده اللي بيديلي لون حلو لللفت. طبعا احنا مش عايزين نضيف عليه اي حاجه، انتوا عارفين ان انا بحب المخلل، الحاجه تبقى بطعمها. في حاجات ما بتحتاجش اضافات كتير. بالنسبه للورق انا غسلته كويس جدا وبفرده زي ما انتوا شايفين كده، وبرصه فوق بعضه خلاص علشان انا هسلقه واحطه في الفريزر. اللفت بقى في المحشي مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه مسكر وتحفه. انا رصيتهم زي ما انتوا شايفين كده. وهحط شويه ميه على النار، واول ما الميه تغلي هنزل بورق اللفت بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب طبق جنب مني يكون فيه ميه عاديه خالص، ميه فتره، مش شرط تكون ميه من التلاجة ولا حاجه. انا هنزل يعني هسلق الورقتين دول وانزل في الميه الفتره. طبعا انا هحطه في الفريزر فمش بسلقه كتير، لان طبعا الحاجه لما بتتحط برضو في الفريزر، الفريزر بيسويها تمام عشان الورق بتاعك يطلع شكله حلو كده ومش مهري منك. يا دوب هو مجرد ما بيغلي زي ما انت شايفه كده، ما بيكملش دقيقه على النار. الدفعه الاولانيه اللي انا حطيتها في الميه الفتره حطيتها في مصفى، يا دوب هي وقفت التسويه بتاعتها والسخونه منها راحت، وبروح نقلها على المصفى بقى تصفى كده علشان احط الدفعه التانية بتاعتي من الورق. بخلص الكميه اللي معايا وبسيب الورق يصفى تماما، وبكيسه زي ما هو برصته. يعني دي فايده ان انت ترصي بقى الورق بتاعك برصته كده في كيس في الفريزر. تمام. بصي هيقعد معاكي من السنه للسنه. انا طول فتره الموسم بتاع اللفت بجيب اللفت وباخد الورق وبخزنه كده فين؟ في الفريزر. معايا بقى الروس بتاعه اللفت انا غسلها كويس جدا. في ناس ما بتاكلش العيدان، احنا بنحب العيدان بتاعتها. العيدان بتاعتها بتبقى طعمها حلو خالص يا جماعه، وما شاء الله طريه وحلوه. بالنسبه لروس اللفت، اوعي وانتي بتشتري تلاقي الراس كبيره كده فتتغري فيها. الراس الكبيره دي بتبقى من جوه مخوخه خالص. انا اللفت ده ما شاء الله جايلي اكبر راس فيه قد البرتقانه الصغيره، فكان ما شاء الله ماسك نفسه كده، وانت بتخرطيها حلوه قوي. طبعا انت بتقطعيها قطع زي ما انت حابه، حابه بالطول، انا بحبها قطع كده صغيره عشان تبقى على قد ايه الاكله. خلصت تقطيع اللفت بتاعي، بحط بقى كده في طبق وبنزل عليه بالملح. انا قسمتهم كده في طبقين. اللفت بتاعي ده كميته تقريبا 4 كيلو. نزلت في اول طبق بمعلقه ونص كده من الملح، والطبق التاني نفس الحكايه، وبقلبهم كويس جدا. انا عايزه اللفت كله يتغلف بالملح، وبقلبه خالص. وبعدين بجيب مصفى واروح نازله فيها باللفت بتاعي. تمام كده. ليه بقى الخطوه دي؟ الخطوه دي بتخلي الميه بتاعه اللفت الغير مرغوب فيها كلها تنزل منه. الميه دي هتعمل زي خطوة للمحافظة على اللفت أكتر فترة ممكنة، وبتخلي ريحة اللفت بتاعك تحفة. انتي في ناس اشتكت من ريحة اللفت بتغير. لا، اللفت بتاعك في الخطوة دي ريحته مش هتغير ولا أي حاجة. طبعا المية دي أنا سبته ليلة كاملة. المية اللي هتنزل منه كلها احنا مش محتاجينها نهائي. انا كده خلاص بيته. الساعة الوقتي كانت 7:10 صباحا. انا نزلت الولاد المدرسة، وقفت عملت اللفت. هوريكم دلوقتي نزل منه كمية مية. شوفوا اصلا اللفت نفسه لو تلاحظوا ان هو خس خالص عن الصورة الاولانية. شفتوا الطبق مليان مية. انا كنت حاطة طبق صغير تحت منه عشان ارفعه عن الطبق التاني، عشان لو اي مية سقطت منه ما تفضلش فيه. المية دي بقى مية اللفت اللي مش مرغوب فيها تماما. المية دي مش حلوة، المية بتعمل انتفاخات، فاحنا مش محتاجينها نهائي، وبرميها مش بستعملها ولا حاجة. كده خلاص. برضو الطبق التاني شوفوا كمية مية قد ايه يا جماعة نازلة. شفتوا قد ايه؟ الخطوة دي يعني مفيدة جدا. في ناس بقى طبعا، انا ما شفتش حد عمل الخطوة دي خالص في اليوتيوب. في ناس بتاخده تغسله وخلاص وتخرطه وتحدقه. لا،
جربيه بالطريقة دي وان شاء الله بإذن الله هيعجبك جدا. ومش بحط عليه اي اضافات. محلول بقى اللي احنا هنعمله، طبعا احنا ما ننساش ان احنا حاطين ملح مع اللفت. انا جبت المية بتاعتي كده. طبعا المية بتبقى حسب كمية اللفت والبرطمانات اللي انت هتعبي فيها وكده. هما دول تقريبا لتر ونص تقريبا، او كمان اكتر شوية. انا نزلت فيهم بمعلقتين من الملح. وعلى فكرة المية، اي مية بعمل فيها مخلل انا ببقى غلياها الاول في حلة كبيرة ومبيتاها، مش بجيب مية من الحنفية واعملها محلول على طول. نزلت فيهم بمعلقتين من الملح ومعلقة من البابريكا ومعلقة من الشطة البودر، وهنزل عليهم بكوباية الا ربع تقريبا من الخل. خلاص كده. طبعا انا حاطه معلقتين ملح بس، لان انا حاطه ملح مع اللفت وهو بينزل الميه بتاعته. والخطوه بقى اللي بتخلي اللفت بتاعك حلو قوي، بتحافظ عليه وبيفضل بيقرمش كده لاخر واحده، معلقه السكر. وجبت 5 ليمونات زي ما انتوا شايفين كده، هما كانوا تقريبا 5، وعصرتهم على المحلول. وهبتدي ان انا اقلب المحلول اللي انا عملته كويس جدا. تدوبي الملح فيه، وخدي بالك اللفت مش بيحب الملح يبقى زيادة، عشان يبقى مظبوط معاكي. انتي برضو بعد ما بتخلصي بتدوقي المية بتاعتك. تمام كده. ولو انتي المية بتاعتك خانتك، ان هي مثلا ما كفتش البرطمانات او ما كفتش الحاجة اللي انتي هتخليلي فيها، ممكن تزودي شوية مية كمان. ولما هتزودي شوية مية كمان هتحطي فيها نص معلقة من الملح. تمام كده. المهم ان انت اي مخلل ما ينفعش تزودي عليه ميه من الحنفيه بعد مثلا يوم. يعني انت خلاص يوم عدى كده، لا ما ينفعش تزودي بقى ميه. ضفت بس على الوش شريحتين كده من الليمون، وحطيت كيس وبغطي. اللفت مش بياخد وقت، يعني ممكن 3 ايام وتاكلي منه. تمام، لان احنا حاطينه في ميه فتره عاديه خالص، هي الميه مغليه قبل كده بس يعني مش سخنه. تمام كده. طبعا انا ما حطيتش على اي حاجه، قلت لكم لون اللفت نفسه هو اللي هيديله اللون الحلو. اللفت من الحاجات الحلوة اللي مش بتحتاج اضافات كتير. اتمنى من كل قلبي ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تجربوا الطريقة دي وتعتمدوها، ان شاء الله هتعتمدوها. ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.